القاهرة تعتبر أيضاً ممر موراج منطقة حساسة أمنياً نظراً لقربه من سيناء، وسيطرة إسرائيل عليه ستؤدي إلى توترات كبيرة مع القاهرة، إذ تؤكد مصر رفضها لأي وجود عسكري إسرائيلي دائم قرب حدودها، وترى أن هذه الخطوة تشكل تصعيداً إسرائيلياً جديداً ضدها، مما يدفعها إلى تعزيز قواتها العسكرية على الجانب الآخر من الحدود. هذا التطور يعني أن القاهرة ستكثف وجودها العسكري في سيناء، متجاهلة أي دعوات إسرائيلية للتفاوض بشأن حجم القوات والتسليح المنتشر هناك. فمصر تعتبر أن الملحق الأمني لاتفاقية السلام لم يعد مطبقاً على الأرض. مش ممكن يا جدعان، أخيراً هنستعرض قوتنا من جديد. إحنا جاهزين قوي